خير الكلام هي الصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم، شلونكم حبايبي؟ عساكم بخير وبأحسن حال، ورجعت لكم بفيديو رمضاني جديد إن شاء الله يا رب يعجبكم. وبالبداية حابة أرحب كل المتابعين الجدد والقديمين اللي منورين القناة، ربي يحفظكم، شكرا لكم. ولو إنه القناة لحد الآن ما جاي توصل للألف، بس أتمنى إن شاء الله بوجود الطيبين تصعد. يعني أني مقتنعة بهذا العدد، ما عندي أي مشكلة، بس أتمنى إنه شوية يعني تكون المشاهدات واللايكات أحسن وأكثر إن شاء الله يا رب بوجودكم. طبعا بالبداية حبايبي أقول لكم يعني الفيديو مالتنا هو فيديو منوع. أنا هنا رجعت وياكم هسه للسحور أو قبل السحور. هنا بلشت بأعمال ليلة القدر إن شاء الله يا ربي. يعني كانت هاي الليلة كلش عظيمة، إن شاء الله يا ربي تنقضي حوائجنا وحوائجكم. أكيد يعني صلينا صلاة ليلة القدر، قرأنا القرآن، وكملنا كل الأعمال. يعني الحمد لله والشكر يا ربي وفقنا لهذا اليوم. يعني كانت فد راحة كلش نفسية، راحة نفسية كلش حلوة. المهم بنات اعذروني، كنت نايمة وتعرفون صايمة وقعدت أنتج لكم الفيديو. الحمد لله الله وفقنا بهاي الليلة العظيمة والمباركة إنه قضينا كل الأعمال، ويعني حيناها عفوا. هنا راح نرجع لفطورنا بنات. هنا جايب لي أبو حسونة طبعا مسوق لنا، الله يحفظه إن شاء الله ويرزقه ويرزقكم آمين. هذا الدجاج راح أقطعه بنات، وراح يعني كالمعتاد أعزل الصدور واحد والأفخاذ واحد وأفرزه. بس هنا راح أسوي دجاجة كاملة للفطور، لأنه راح أسويها ثواب الوجه الله تعالى. الثواب هذا يا بنات سويته على حق سلامة ابني اللي هو حسين ابني الكبير، لأنه بنات حسوني ابني تعرض الحادث. يعني يشتغل بتيك توك، طبعا هو تيك توك مال صديقة، فيشتغل بي، كان صاعد بي وانقلبت التيك توك بي. الحمد لله والشكر يا ربي إنه ابني ما بي أي كسر، بس بي يعني رضوض وشوية وجهه متأذي، بس الحمد لله يا ربي ما قصرت إنه طلع سالم. ويعني هاي الأمور كلها تتعالج هسه تحت العلاج، أكيد هو كل هالأمور هاي مقدور عليها. فهنا بنات سويت هذا الثواب. طبعا دجاجة كاملة كلش كافية علينا صراحة، حتى بقى من عدها أو طلعت طبعا من عدها صينية للجوارين. فهنا راح أسويها سوب أصفر. وشفتوا بنات حمست شوية بصل وثوم، وبعدين حمست الدجاج وياه، خليت لها توابل اللي هي بهارات الدجاج وكاري وبابريكا، وخليت مكعب ماجي وبصرة. وهسه شوفوا هنا راح أزيدها بعد شوية مي وأتركها حتى تتسبك وتستوي. المهم هسه راح أبلش بالتمن. وهنا عندي تمن، طبعا خلطته تمن بسمتي وتمن مال حصة. بنات قليل أنا أطبخ، يعني ما أطبخ هواية، يعني كوبين بالزايد لأنه يظل، فأنا أريد شي مجرد بس على قد الفطور وقد إنه أطلع صينية برا. هنا شوفوا هذا التمن طبخته، حمسته ويا الشعرية وخليت عليه بهارات البرياني وشوية دارسين. وهسه صار وقت الفطور، وهنا صبينا فطورنا، وهذا كان فطورنا. طبعا الشوربة لحد الآن صامدة ويانا، بس أنا هنا كانت عندي شوربة بس ما صبيتها لأنه مسوية سوب، فحبيت إنه يشربون السوب مال الدجاج بدال الشوربة. المهم هاي ترتيباتنا، وسويت لهم أكيد صحن تشريب. وهذا كان فطورنا البسيط، وفطورنا وفطوركم بألف عافية، إن شاء الله يا رب يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. هسه هنا بنات تعالوا نسوي خلية النحل، بس مو خلية، لا والله ضيم. يعني بنات حتى إذا تسووها بالعيد، ويعني عباك كليشة هشة تخبل طلعت. المهم هنا عندي أخذت كاستين من الطحين،
ضفت عليهم خاشوقة مليانة، خاشوقة أكل مليانة من الخمرة، و3/4 الكوب من الزيت، ورشة ملح ورشة شكر. هاي المكونات اللي استخدمتها. فراح أعجنها كل زين بإيدي بهالشكل هذا، شوفوها هنا. وأكيد من بعد ما ألمها وأعجنها أتركها تختمر. بنات طريقتها تخبل، يعني حتى إن شاء الله قلت على العيد أسويها من عندها، يعني بالإضافة للكليتش إن شاء الله. هنا هي اختمرت عندي. هسه راح أبدي أكورها. وهنا شوفوا محضرة هذا الكاكاو. هذا الكاكاو أبو الربع الباكيت مالته. طبعا أنا ما راح أكثر بيها كاكاو، راح أسويها طبعا بهذا القالب. الكاكاو راح أخلي شيء قليل بداخلها، لأنه راح أسقيها بالشيرة أو القطر. المهم هنا من بعد ما كورتها بهالشكل راح أبدي أمسحها بشوية بيض أو فانيلا، يعني خلطت البيض ويا فانيلا. وهسه راح أمسح الوجه بهالشكل هذا. طبعا أنا مسوية الشيرة على صفحة، مسوية قلاص ونص من الشكر وقلاص ونص من المي ورشة ليمون دوزي، وتركتها على النار إلى أن شوية ثخنت. طفيت النار عليها. وطبعا هنا أنا مشغلة الفرن، يعني الفرن هنا بهاي الأثناء هو بدأ يحمى عندي. هسه راح أمسح الوجه مال خلية النحل. طبعا أنا خليتهن متفرقات بهالشكل هذا لأنه راح تتخمر بعد أكثر، فما حبيت أنه تنضغط أكثر. وطبعا راح أرش على الوجه هذا مبروش جوز الهند. إذا حابين تخلولها سمسم أو تخلوها بدون أي شيء. أنا كل مرة أخلي عليها سمسم، اليوم لا، حبيت أخلي عليها المبروش، والمبروش يطلع بيها كلش طيب. وهسه بنات من بعد ما دخلتها للفرن واستوت عندي من فوق ومن جوا، هذا طلع منظرها وهذا طلع شكلها، وما أوصف لكم بنات طعمها كلش طيبة. وطبعا هنا راح أسقيها بشوية شيرة، يعني ما راح أكثر لها شيرة، أريد الطعم الحلا مالتها يكون طبيعي بهالشكل هذا. وأكيد هي حارة والشيرة باردة، فراح تتشرب أكثر، يعني تسحب الشيرة أكثر من تكون هي باردة. وشوفوا منظرها بنات كلش حلو، وريحتها ما شاء الله ملت البيت. وطبعا أنا هم خليت فانيلا يعني ويا الطحين مالتها، بس نسيت الظاهر ما قلت لكم، هم تنطيها نكهة وطعم كلش طيب. وشوفوا يا بنات، هاي خميرة النحل، أريد أقول خميرة النحل، المهم خلية النحل. وهذا كان هنا طبعا بالسحور أكلنا من عندها. هاي أنا وجوجو أخذنا لنا كل واحدة قطعة. وشوفوها هشة وتخبل بنات، كلش طيبة كلش طيبة. جربوها وعليكم بألف عافية. لهنا أقول لكم مع السلامة.